بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ورثة الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلات دورة ابن باز العلمية الأولى لفضيلة الشيخ أبو الإسلام سليم الجزائري حفظه الله. وللمزيد من الدروس المباشرة والمسجلة يرجى زيارة موقعنا على الشبكة www.warathat.do.am وجزاكم الله خيرا. نعم، أن ننتقل إلى الأصول الثلاث. بارك الله فيك. من يقرأ المتن؟ ودليل الرجاء. ودليل الرجاء. نعم، معلش نترك الأخ أبو ياسر. حفظكم الله. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. نعم، تفضل. نعم، ما في صوت. أعد يا أبا ياسر. أعد يا أبا ياسر، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: قل أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف
نعم. أحسن الله إليك يا أبا ياسر. قوله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه مع بذل الجهد وحسن التوكل والتمني يكون مع الكسل. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالمحبة والعبودية بالطاعة وأنواع القربات. ومعنى قوله تعالى فمن كان يرجو ربه المراد باللقاء أو اللقاء هنا المعاينة، والمراد بها الملاقاة الخاصة، لأن اللقاء يوم القيامة نوعان، نوع خاص وهذا للمؤمنين وهو لقاء الرضا والنعيم من الله سبحانه وتعالى، ولقاء عام لجميع الناس. وقد دل على اللقاء العام قوله تعالى في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الآية. فدل قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره على أن اللقاء في قوله فملاقيه لقاء عام. أما في هذه الآية التي معنا فمعناها فمن كان ينتظر ويطلب ويترقب لقاء الله سبحانه وتعالى الذي هو لقاء الرضا والنعيم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن الذي يرجو ثواب الله ويخاف من عقابه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح كما فسره أهل العلم هو الخالص من الرياء الموافق لشرع الله من واجب أو مستحب. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني لا يشرك في العبادة مع الله غيره كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا ولا ولي ولا أحدا من الصالحين. وفي قوله سبحانه بعبادة ربه أي هذا إشارة إلى علة النهي عن الشرك، أي فكما أنه ربك الذي خلقك ورباك ولم يشاركه أحد في خلقك فيجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فالواجب على العبد أن يحقق رجاءه فلا يعلنه ولا يعلقه بمخلوق. ومن المأثور عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إذن على الإنسان أن يعلم أنه كلما قوي رجاؤه وطمعه في فضل الله تعالى ورحمته وتيسير أموره ودفع ضرورته قويت عبوديته لربه وحريته مما سواه. وإن رجا مخلوقا أو تعلق به انصرف قلبه عن العبودية لله تعالى وصار عبدا لغيره بقدر ما قام في قلبه من التعلق والرجاء فذل لغير الله وخضع. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
كلام نفيس في هذه المواضع. يقول رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله جل وعلا ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. والرجاء يقوده، فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان: أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به. والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير عنده باعثا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو. وقوله: ودليل التوكل، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أصل التوكل الاعتماد. تقول: توكلت على الله توكلا، أي اعتمدت عليه. هذا معنى التوكل. وحقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه، مع فعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل. أما الاعتقاد فهو أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله جل وعلا هو النافع الضار المعطي المانع. ثم بعد هذا الاعتقاد يعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى ويثق به غاية الوثوق. ثم بعد هذا يأتي الأمر الثالث، وهو أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرعا. والتوكل على الله تعالى نوعان: أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهما، وثانيهما توكل عليه في تحصيل مرضاته. فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة. نعم، فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة، لأنها محض حظ العبد. فالتوكل على الله في حصوله عبادة، فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. وأما النوع الثاني فغايته عبادة، وهو في نفسه عبادة، فلا علة فيه بوجه، فإنه استعانة بالله على ما يرضيه، فصاحبه متحقق به: إياك نعبد وإياك نستعين. وأما التوكل على غير الله تعالى فأنواع. النوع الأول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنافع ودفع المضار، وهذا شرك أكبر، لأنه إذا كان التوكل على الله من تمام الإيمان، فالتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه غير الله من الشرك الأكبر. وهذا النوع هو المراد بقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والنوع الثاني أن يتوكل على حي حاضر من ملك أو وزير أو مسؤول فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى وهذا شرك أصغر بسبب قوة تعلق القلب بهذا الإنسان واعتماده عليه. أما إذا اعتقد أن هذا الإنسان سبب وأن الله تعالى هو الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديه فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المراد. لكن كثير من الناس قد لا يمر على باله هذا المعنى ويكاد يعتمد على هذا الإنسان في حصول مراده. والنوع الثالث الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه فهذا جائز دل عليه الكتاب والسنة والإجماع لكن لا يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى في تيسير أمره. نعم في تيسير أمره الذي يطلبه إما بنفسه أو بنائبه. ولهذا لا تقول توكلت على فلان إنما تقول وكلت فلانا. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في ذبح بقية بدنه في حجة الوداع ووكل أبا هريرة رضي الله عنه على الصدقة ووكل عروة ابن الجعد أن يشتري له أضحية. أما فقوله وعلى الله أي لا على غيره وهذا يفيد الحصر لأن من طرق القصر عند البلاغيين تقدم ما حقه التأخير. نعم تقدم ما حقه التأخير والأصل توكلوا على الله. نعم وقوله فتوكلوا هذا أمر يدل على وجوب التوكل. ابن القيم رحمه الله فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه فمن لا توكل له لا إيمان له. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ساق المؤلف والمصنف آيتين في التوكل والغالب أنه لا يسوق إلا دليلا واحدا وكأنه أراد أن الدليل الأول فيه وجوب التوكل والأمر بالتوكل والدليل الثاني فيه جزاء من توكل على الله. هذا الذي يظهر. وقوله فهو حسبه أي كافيه ومن كان الله جل وعلا كافيه تيسرت أموره ولا مطمع لأحد فيه وهو يدل على عظم شأن التوكل وفضله حتى إنه لم يأتي في أي عبادة من العبادات أن الله يقول ومن حتى إنه لم يأتي في أي عبادة من العبادات أن الله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه في مقام التوكل. ومن فضيلة التوكل أيضا أن الله تعالى جعله سببا لنيل محبته. قال تعالى إن الله يحب المتوكلين. ومن فضيلته أنه دليل على صحة إسلام المتوكل. قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليهم توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. وللاستماع للمزيد من الدروس المباشرة والصوتيات المسجلة يرجى زيارة موقعنا على الرابط www.waratat.do.am وجزاكم الله خيرا. وقد وكل النبي